برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم مشاهدينا هنتكلم فيها مع مخرج وممثل مسرحي ومدرب تمثيل ومعلق صوتي. الحقيقة فنان متكامل معني بالفن، علشان كده أسس فريق فني بيشتغل في مجالات متعددة وتحديدا الدراما. والفريق ده فريق مستقل اسمه شمعة وملاح. هنتعرف أكتر عن الفريق وهنتعرف أكتر على شغل ضيف حلقة اليوم مشاهدينا، وهو الأستاذ مايكل تدرس. أهلا بيك يا أستاذ اهلا مايكل. بيك، ازيك؟ منورنا. أنت فنان متعدد المواهب ربنا يخليك. وعندك طموح وعندك توجه وعندك فكر وعندك أهداف عايز تحققها من خلال الفن. صحيح. وبالتالي في مدرستين، مدرسة الفن للفن ومدرسة الفن للمجتمع. في ظني ان انت من اصحاب المدرسة التانية، وبتستخدم الفن كآلية ان انت تصلح حاجات كتير جدا في الوطن ومن اجل المجتمع، من اجل الانسانية وخلافه. صحيح. هو طبعا كمان انا بشوف انه مش لازم تكون دي لوحدها ودي لوحدها، يعني لو عملنا فن للمجتمع هو برضو فن للفن، يعني اذا قدمنا. تقصد انه غير مباشر وانه فني برضه طبعا وممتع. وان في ابداع طبعا لازم ان يكون في ابداع وامتاع، فالمتلقي يستقبل ده بشكل افضل، ما يحسش ان انا بيتوجه له رسائل مباشره بشكل منفر يعني. صحيح. آه، اللي هو التوجيه، انه يحس ان هو موجه. بالظبط. وانا اساسا يعني الهدف من الفن اللي بنقدمه هو ان المتلقي يشغل عقله مش يتلقى برضه. يعني صحيح. يعني تتوقف عمليه التلقين، يعني كفايه هو المدارس. يتلقى فيفكر بالظبط. فيعني يقرر. يكون هو صاحب الفكر وصاحب الرأي. يعني ساعات بعض العروض الجمهور يقول لي طب انت كده لخبطتنا، انا مش عارف يمين ولا شمال، فبقول له انت لازم انت تقرر، انت اللي مم. تحدد اتجاهاتك ومسؤولياتك وقناعاتك، انت اللي تحدد بناء على ده. يعني كفايه ان احنا الفن كمان دوره تنويري صح. مش دوره اصلاحي. فانا صحيح. بقول لك خلي بالك الحيطه دي فيها شرخ، انت مش واخد بالك بحكم اعتياد الخطأ. مم. فدوري ان انا اشاور لك، لكن مش دوري اصلحه لك او اقول لك او اصلح مكانك يعني. يعني عندك مجموعة أهداف عامة من أجلها صنع أو جعل هذا الفريق اللي اسمه شمعة وملاحة، وهنسأل عن الاسم. بس عايز صحيح. أعرف أهدافكم. يعني أنا لما قريت يعني يعني مش عايزة أقول ما يقرب، ما أقرب إلى المانيفستو، يعني أو إحنا مين أو عايزين إيه. كاتبين حاجة عن نفسهم، فريق شمعة وملاحة. بتقولوا التنوير، قبول الآخر، عدم التطرف، عدم التعصب. يعني بالظبط. في فعلا، مش هقول شعارات، هقول أهداف مهمة جدا بتفكروا فيها. اهداف واضحه من اول ما اسسنا الفريق، بيدور حواليها العروض اللي بنقدمها او الدراما اللي بنقدمها. ليها اشكال مختلفه. يعني مثلا لو قلنا قبول الاخر، قبول الاخر دي مش حاطينها في قالب واحد. يعني دايما يتنامى للذهن كده كليشيه قبول الاخر ده المختلف عني دينيا مثلا بحكم الكالتشر بتاعتنا يعني. لكن هو قبول الاخر ده المختلف بنقدمها بقى في محاور كتير، في عروض كتير، مختلف عني ثقافيا ومختلف عني مستوى اجتماعي، مختلف عني ماديا. فكره انه وجود شخص اخر من حقه يمارس كل حقوقي، فدي قبول الاخر. بالنادي كمان بالحريه، حريه التعبير وحريه الاعتقاد وحريه المعتنق وحريه كل حاجه، لانك انت مخلوق حر وربنا بنفسه كرمك انك تكون حر، فضروري تحافظ على ده، انت تبقى عارف ان ده من حقك يعني. فكره اعمال العقل، يعني ما تبقاش متلقي، ما تبقاش قطيع فقط، اعمل اللي انت عايزه، لكن إن عشان اختيارك مش عشان غيرك قال لك اعمل. فهي دي مجموعه اهداف بنتناقشها باشكال مختلفه يعني. تمام، ممتاز. طيب، عدم الانفصال عن الواقع كان شعارا لكم أو مانيفستو. صحيح. اشمعنى بقى؟ يعني كنتوا حريصين على التأكيد على ده. يعني الفن أوقات بيبقى أقرب للتجريب، الخيال، الميتافيزيقا، يعني السريالية. يعني في مدارس كلها محترمة. طبعا طبعا. بس انتوا حريصين جدا على انكم ما تبعدوش عن الواقع وقضايا الواقع. احنا بنعمل ده، يعني بنعمل فانتازيا وبنعمل سرياليه وبنعمل تجريب وبنعمل كل ده، لكن بشكل يلمس المتلقي في همومه الشخصيه. يعني انا بقول لك تعالى واديني وقت، والموضوع يديني وقت ده، انا بحس ان الفنان ده يعني بيجي له فرصه
اكتر من مفكرين كتير واكتر من احيانا رجال دين كتير، ان انا اجي لك مخصوص بارادتي عشان اسمعك. فانا لازم الوقت ده ما يكونش وقت ضايع بالنسبه لك. فاكل يعني ما ينفعش احسسك انك انت همومك ومواضيعك ومشاكلك في حاجه لا تعنيني، انا جاي اتكلم في حاجه تانية. يعني بحس انه ما ينفعش. ففي حاجه اسمها الهم الخاص والهم العام، لما بيتضفروا مع بعض ويتقابلوا الجمهور بيصدق. لانك واحد من المجتمع ده قطعا وواحد من طبعا الشعب ده طبعا وبتتوجه اليه. طبعا. طيب على ذكر بقى الفانتازيا، كان عندك عرض اسمه فانتازيا، مم. اظن ده اخر عرض ليك مش كده؟ ايوه عرضك يعني الاخير حتى الان ايوه. بطبيعه الحال. اه كلمنا بقى عن هو فانتازيا. احنا يعني في الاول انا سميته فانتازيا اه بالطه. ما بالظبط، ما عشان كده قلت اه فانتازيا. مش فانتازيا، لانه انا لقيت ان الفانتازيا طبعا هي الخيالات الجميله والمريحه وهكذا. فاحنا اللي احنا فيه حاليا بنقول على كل المستويات الاجتماعيه والثقافيه وكل المستويات، مش ما ينفعش قوي يكون هو ده الواقع، وفي نفس الوقت هو مش مبهج طول الوقت ومش سلس طول الوقت. فعايزين الناس تتحرك وتفوق وكده. فعشان كده سميناه فانتازيا، لا هو واقع ولا هي خيالات جميله. في فانتازيا بنحط الجمهور قدام المرايه بشكل كوميدي جدا من غير ما نتهمه ولا حاجه. هو بيتفاجئ ان هو قدام المرايه. بنوري له اوضاع كتير هو بيشتكي منها، وبيتفاجئ ان هو ليه دور اساسي في ده. يعني هو مساهم بده بشكل او باخر، لانه احنا هو المجتمع، احنا وحداته يعني. صحيح صحيح. طيب ارجع بقى لاسم الفريق، شمعة وملاح، مهم. ايه بقى الحكايه؟ هو شمعة وملاحة أنا يعني اخترته لأسباب كتير. أول حاجة احنا بنقدم، احنا فريق مستقل ومستقل ماديا مستقل فكريا. فمش ما بقدمش عروض معتمدة على الإبهار المادي لا، ده عروض بسيطة جدا بس بتوصل للناس. فالشمعة والملاحة حاجات بسيطة جدا، ما ينفعش مهما كان مستواك المادي أو الثقافي ما تكونش عارفهم، ما تكونش تتعامل معاهم، ما تكونش موجودين في بيتك. تاني حاجة الملح والنور، حاجتين أساسيين، يعني ما ينفعش أعيش من غير نور. والفن دوره تنويري، والملح بيدي طعم وبيحفظ من الفساد. فأنا عايز أقول إن الفن مش رفاهية، الفن مكون أساسي. أنت مخلوق جواك فن، يمكن في ظروف ما سمحتش إنه يطلع، في ظروف ما سمحتش إنه يكتشف، لكن الفن ده مكون أساسي في حياتك يخلي حياتك أفضل وأجمل حتى لو هي بنفس الظروف المادية مثلا. كان كذا حاجه. تاني حاجه الاتنين فيهم عطاء خارجي. يعني الشمعه بتدي منها اللايت تنور اللي براها، الملاحه لازم يحصل الشيكينج ده او الهز ده فتنزل الملح. فده دورنا يعني بس شايف الملح هنا مش بمعنى اخر يعني، ولا هي الملاحه نفسها اللي ما هي ممكن ملاحه تبقى في طبق، يعني مش شرط انها لا انا تشيك عشان يو. لا يعني احنا عشان حاطين عاملين اللوجو بتاعها كده، يعني رمزين بيه اوكي. كده انه ده الشكل المتعارف عليه. لكن طبعا الملح يبقى في طبق ويبقى في بحر ويبقى في كل حاجه، بالظبط. عشان كده قلت بيحفظ من الفساد كمان. تمام. يعني لما بيكونوا عايزين يحفظوا حاجه من الفساد او الطرق القديمه بيودي الطاقه السلبيه، كتير. يبعد الطاقه ما هي السلبيه. بقى يعني يبقى الشمعه لما تنور لنا ونبعد عن نفسنا ايضا الطاقات فهي انا حتى السلبيه. من بدايه الاختيار الاسم الفريق ببقى عايز الناس تفكر وتشوف ده ايه، والتأويل اللي يحتمله وفلسفاته يعني ايه. انا ده اللي وصلني الحقيقه. ايوه ما هو يعني وممكن كل متلقي حاجه مختلفه عن التاني توصل له. ايوه ده سيرياليزم بقى، يعني هو نفس المعطى والناس تتقبله باشكال وهو ده مختلفه. الفن، يعني صحيح التلقي مختلف باختلاف أذواق البشر ومشاربهم والعوامل اللي أثرت في تكوين شخصيتهم، بيصوروا بالظبط. الحاجات إزاي. فده من جمال الفن ورحبته صحيح الحقيقة. صحيح. طيب فكرة تكوين فريق جات لكم إزاي بقى؟ التكوين واتجمعتوا إزاي وكم شخص يعني؟ اوكي. تكوين الفريق كان عندي فكره لده من اواخر 2013 كده، وابتديته في اوائل 2014 ببوست على الفيسبوك: يا جماعه انا باسس فريق. انا طبعا ليا خبره سابقه كاخراج مسرحي وكتمثيل، فيعني موجود في الكوميونتي شويه بتاع المسرح المستقل. فلما قلت يا جماعه باسس كيان جديد وبنرحب بمنضمين، فما كنتش حاطط شروط خالص في الاول. انا كنت عايز فريق يبقى شبه مصر. ومصر جمالها في تعدديتها ورحابتها واختلافاتها الدايبه في بعض. فانا كنت عايز الفريق يبقى كده، يعني مش طالب اي مواصفات تخلي حد يكون عايز يشترك وما ينفعش.
بس قلنا يلا وابتدينا، وبعد كده بقى عرض ورا عرض، الجمهور يتفرج يقول كمان أنا عايز انضم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ عايزين نشتغل معاكم، اللي بتقدموه ده حلو. فالفريق كبر هكذا. الفريق كبر هكذا، وطبعا كمان في ناس بتخش وناس بتخرج بحكم ان ده هوايه يعني، مش مصدر دخل يعني. بس انتوا قدمتوا عروض على مسارح مهمة. كان روابط يعني. مسرح روابط طبعا ما بقاش موجود، ده من اهم المسارح اللي كانت في وسط البلد الحقيقه للفرق المستقله، كانت اقرب لجراج او مكان مهجور، وكان مشروع طموح جدا. صحيح. حولوا المستقلين لمسرح وقدموا من خلاله فنون عظيمه، وشهد يعني الحقيقه انجازات رائعه جدا. لازم نذكر الحقيقه التجربه بتاعت مسرح روابط بكل خير، لكن لم يعد له وجود الان للاسف. بيرجع على الله. بيرجع يا رب يا رب. بس فبنحاول نقرب للناس يعني، مرة نعرض هنا مرة نعرض هنا، بحيث احنا نقرب للناس فيكون بيتشجعوا يجوا يعني. ممتاز. استاذ مايكل، بس اسمح لنا ان احنا نخرج بفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. ايه المعايير اللي بتختاروا بيها ان الراجل ده ينفع يبقى وسطينا، ينفع يبقى ضمن فريقنا؟ انه يكون متفهم احنا بنعمل ايه. مهم. يعني مش يعني اتحاد الاهداف يوحد المجموعه طبعا. لكن لو هو جاي يبقى عنده اهداف مختلفه غير روح المجموعه، مش هيحس ان هو يعني ده بيحصل الفاظ طبيعي وانتخاب طبيعي زي الطبيعه. فهو احنا بنقدم حاجه بنحبها، كلنا بنحب نعشق الفن، بنعشقه، ما نقدرش نعيش من غيره، ما بنتكسبش من وراه، مش رافضين يعني، مش زهد يعني، بس هو مش ده التارجت الوحيد. دي حاجه زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش نعيش من غيرها، فبنقدمها بحب. وفي حاجه اسمها مسرح وبتفاني. الهواة طبعا موجوده بالفعل. طبعا ويعني فكره الفن الهوايه مش غلط خالص خالص. والفن المستقل انا مؤمن بيه بقى، يعني انا مصر طول الوقت ان يفضل فن مستقل، لان الفن في اساسه مستقل. يعني الفن عمره ما هيبقى تابع، الفن الحقيقي عمره ما يكون تابع. يعني اساسيه الفن في انطلاقه وفي حريته وفي ابداعه وفي تكسيره للمألوف وتكسيره لقوالب جديده، فدي كلها قايمه على الاستقلال. طيب الفنان اللي في ستيريوتايب كده انه الفنان ده لازم يكون في برج عاجي، منفصل عن واقعه، منفصل عن مجتمعه، وكل ما ينفصل كل ما يبقى فنان حقيقي ويبقى فنان مهم والناس تقول يا اصله عبقري. يعني ايه رايك في الصوره المنطبعه في الاذهان دي بشكل خاطئ، سواء عند المتلقي او عند بعض الفنانين؟ مش كلهم، احنا ما بنعيبش على حد، والفنانين كلهم على عيننا وعلى راسنا. طبعا صوره مغلوطه تماما. لانه لو انا مش من جوه المجتمع، مش تجربتي مش هتكون متفرده، هتكون منعزله تماما، ومش هتلاقي عند المتلقي مردود. حتى لو ضحك، يعني حتى لو جه المسرحيه وضحك، بس علاقته بالمسرحيه هي علاقه الساعه او الساعه ونص اللي قعدهم معانا. لكن احنا الهدف انه بعد ما يمشي بتفضل المسرحيه شغاله معاه، فلازم تكون بقول كلام بيهمه. انتوا مسرحكم في الاغلب كوميدي ولا مش شورت؟ يعني مش كوميدي صارخ يعني، بس طبعا في الغالب في حاجات كوميديه وساخر جدا يعني. بس طبعا طبعا كل تجربه ليها طبيعتها يعني. طبعا. يعني مثلا فانتازيا دي ساركازم للاكستريم يعني. فالجمهور بيحس انك انت مهتم بيه انت. لان انا كمان بشوف من دور الفن الحقيقي يعني انك تكون صوت اللي ملوش صوت. في ناس ما عندهاش القدره على التعبير، ممكن تكون حاسه بالمشكله لكن مش عارفه تقولها. فزي ما بنسمع اغنيه كده فتحبيها تقولي ايه ده قال اللي انا حاساه بالظبط، ده قال مشاعري بالظبط. فاحنا الفن دوره كده يقول اللي انت مش عارف تقوله. بس زي ما بتنجح التجارب يعني الافلام الانترناشونال اللي بتنجح، هي اللي مش شبه الافلام الامريكيه، شبه بلدها، شبه طباعها. فعشان كده الانغماس في ذاتيه التجربه يعني هو اللي بيديها التفرد. يعني بعون الله لو المدام نفسها هي اللي اتحرقت هجيب لك حكم دفن الجثه في بيت الطاعه. نرحب بالقادمين من مصر ونهديهم أغنية الثورة التي هزت قلوب الثوار، إذ عبرت عن الثورة بكل معانيها وأرخت لأحداثها الخالدة.
شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير. طب انا يا اختي بقى عندي سؤال، يعني اللي شاف الذل والمرار زي حالات يتسوى بالاتهام وداس على غلابه وما خافش ربنا؟ وانا بامر الله اخوكم طه عبد المتعال حسن، مجاهد وشهيد وصاحب محلات المروه للزي الاسلامي سابقا، الحفل استاذ بطوله المقاسات كريم. ايه طب عاجبك اللي بيحصل لنا ده يا ريس؟ يعني شايف كل ده وساكت؟ شايف كل ده بيحصل لمراتي؟ الافلام القصيره بقى البوح، العاصي تقريبا، ايه بقى حكايته؟ العاصي ده برضو فكرة كده فانتازيا عن حد بيكون بيتفاجئ انه في مكان مخطوف، وبعدين بيفتح يعني بيشيلوا الغمامة من على وشه، بيتفاجئ انه هو اللي خطفه، يعني هو نفسه اللي خطفه. في تاجر ذهب مسيحي مخطفينه، وفي حد يعني هو المتورط في ده، دفع لده بالشكل الكليشيه المتطرف ده، لكن بيتفاجئوا ان هو نفس الشخص. يعني بعد ما بيشيل الغمامه ويحصل الحوار، الاثنين بيتفاجئوا ان هم نفس الشخص. فانا الخاطف والمخطوف. الخاطف والمخطوف نفس الشخص. وكل واحد بيقول على نفسه عاصي، وكل واحد بيقول على الطرف الثاني عاصي. والحقيقه انه يعني احنا وده بقى قبول الاخر اللي احنا بنفتقده احيانا. بالظبط، من غير بقى ما نقول خطبه ونقول كليشيه وشعارات. صحيح. لا، هي الناس بتشوف انه احنا الاثنين في التراب، يعني في نفس الفخ، في نفس المأزق، في نفس المشكله. انت انا، ولو ما وصلناش للتصالح ده هنفضل في مكاننا يعني. صحيح. ليه بس كده يا بابا؟ حصل مني ايه؟ حصل يا حبيبي الجرعات اللي بتخنزرها من العيانين وتبيعها للصيدليات والعيال الضريبه اصحابه. بس دول بني ادمين مش طبيعيين، ربنا ما خلقهمش طبيعيين. لا طبعا دول طبيعيين. طب لو هم طبيعيين تقدروا تقولي لي يعني يقدروا يفرقوا ما بين الخير والشر؟ ربنا يعني هيحاسبهم زي ما بيحاسبنا؟ بص انا ما اعرفش ولا يشغلني ربنا هيحاسبهم ازاي او هيحاسبهم اصلا ولا لا، بس انا عارفاه كويس قوي انه هيحاسبنا احنا على اللي بنعمله معاه. طب انت عملت فيديو كليب لسميرة سعيد. ايوه. ايه الحكايه؟ احنا بنحاول يعني كانت الاغنيه عجبانا، صادف انها عجبانا كلنا. طبعا ان اوفيشال كليب يعني برضه عشان الناس تبقى عارفه، مش ده الكليب الاصلي بتاعها. كلنا حابين الاغنيه اغنيه ايه بقى؟ طيب شوقتنا. اوقات كتير. اوقات كتير بتبقى معايا. فاحنا بنشوف برضه ان كان قاصد اقول ان الحب يعني كان دايما الكليبات بتلاقي سوبر موديل بنت، سوبر موديل ولد، لوكسري وعربيات فارهه واماكن مش عارف ايه. فالناس بتتفرج طول الوقت ده على كده، وأكنه مش من حقهم يحبوا الحب ده. فاحنا اصرينا نقدم نماذج حقيقيه وعاديه وطبيعيه جدا، اللي هو ابويا، امي، خالتي، جاري. الناس دي يعني الحب شعور انساني ومن حقهم كلهم يمارسوه. فاستغلينا الكلمات الاغنيه دي نقدم صوره للحب في مراحل سنيه مختلفه يعني. أوقات كتير وانت معايا بفكر فيك، وأقعد كده أتأملك فرحانة بيك، وأفضل أراقب كل تصرف ولا حركة، وأنا مبسوطة وباهتمام ما يبانش ليك، وانت بتقرا وانت بتشرب فنجان شاي،
الممثلين بقى، وده جزء مهم من شغلك. ايه حكايتك معاه؟ بدأت امتى؟ الورش دربت كام شخص؟ هل في حد فيهم بالفعل نجح؟ كلهم ناجحين، بس اقصد احترف بالفعل بعد التدريب. أوكي. يعني الورش بقى دي لانها تجربه مهمه. عشقي يعني الشديد في حرصي الشخصي ان انا اترك اثر يعني عند الناس. انا بدايتي كانت ممثل من وانا عندي 5 سنين بلا انقطاع بقى لغايه دلوقتي. فانا بعشق الممثل، بحترمه يعني، وطول الوقت بذاكر وباخد ورش واخد كورسات وكمان انا كمخرج اعتمادي الاساسي على الممثل. ف بنعمل تدريبات كذا كذا حاجات متدرجه، خصوصا في الفرقه مقفوله كده. فابتدت الناس تقول لا ده لطيف، ده ما بنشوفوش في مكان تاني، يلا نبتدي نعمل ورشه. فابتديت بقى ادرس اكتر فكره التدريب، لان هم يعني يسموهم ايه سيبريت هات، يعني دي طبيعه شخصيه وطبيعه رول او دور مختلف تماما عن الممثل، مختلف تماما عن المخرج. يعني ممكن يكون مخرج شاطر جدا لكن ما يقدرش يدرب، يعني ممكن يكون ممثل شاطر جدا ما يقدرش يدرب. الكوتشنج قصه ثانيه. فالناس بتكون يعني بدايه مرتاحه في الطريقه. وانا بحس ان ورش التمثيل دي مهمه قوي، يعني لازم الناس كلها تخش تاخد ورشه تمثيل، لانه من الفنون. انا طبعا بتكلم عنه بتحيز يعني شويه، ومفيش وحابب ده. التمثيل مهارات اللي فيه مهارات حياتيه تماما. انت يعني في اي حاجه في تدريب التمثيل بتشتغلي على نفسك انت، فهتكوني بني ادم افضل او بني ادم مختلف. يعني سواء مثلتي او احترفتي او فضل هوايه، انت بني ادم شايف الامور بشكل مختلف، وجوده فارق، افكاره فارقه. فبنشتغل على ده، يعني بشتغل على الكرياتيفيتي وعلى الشخصيه نفسها، وكمان بقى فنون الصناعه نفسها، لانها صناعه لازم يكون عارف اصولها ومصطلحاتها وكده. فانا بدرب ممثلين من حوالي 12 سنه، وبعمل بروجكت. الممثلين فيها بيعملوا مشاهد، بيعملوا فويس اوفر، لان انا بلعب برضو فويس اوفر. انت برضو عملت تعليق صوتي اظن لمجموعه كبيره من الافلام يعني افلام وثائقيه واعلانات واوديو بوكس وحاجات زي كده. ممتاز. فالممثل الشاطر، انا شايف كده، الممثل الشاطر او المتدرب بشكل جيد يقدر يخوض اي مجال في الثلاثه، اللي هو سواء قدام الكاميرا او قدام الميكروفون او على الستيج على المسرح. يعني مفيش حاجه اسمها ممثل مسرحي، ممثل سينمائي، ممثل بس. فدي الطريقه اللي انا بشتغل بيها، دي اللي كانت الرؤيه وده اللي بشتغل عليه يعني. ويعني الحمد لله ورشه يعني يعني بتبقى فارقه مع الناس، وده اللي بيفرق معايا اكتر يعني. أنا بشكرك جزيل الشكر، نورتنا. مايكل تدرس، المخرج والممثل والمعلق الصوتي واللي بيدرب تمثيل. الحقيقة هو فنان، يعني نختصر كل الكلام ده ونقول الفنان اللي بيحب الفن وشايف إن الفن رسالة، وإن الفنان لازم يكون جزء لا يتجزأ من مجتمعه، ويعبر عن مجتمعه وعن أوجاع مجتمعه، يلقي الضوء على الحاجات الكويسة اللي موجودة في المجتمع. التنوير هدفه قبول الآخر. الحقيقة كلها أفكار وأهداف سامية. احنا بنشكر جزيل الشكر للأستاذ مايكل تدرس، ونشجعك على أنك تستمر في النهج ده. كتر خيرك ونورت تلفزيون بلدك، التلفزيون المصري والفضائية المصرية. أهلا بيك في ثقافة وإبداع. شرفت بيك. وبنشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معانا على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.